الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. انا معايا صدور الفراخ شرايح، شايفين شرايح رقيقه خالص اهي. دي بتاعه البانيه، بس انا هنا مش هعملها بانيه بقى. انا همسك الاول برضو زي البانيه بالظبط، بس دي مش بانيه. انا هعمل ايه؟ هجيب كيس وهدقها بالشاكوش كده على خفيف كده، وبعدين انا هحشيها بالجبنه الموزاريلا مع الريحان والنعناع والروزماري. طريقه جميله جدا جدا جدا، هنشوفها مع بعض. وطعم ولا اروع ما شاء الله، وتغيير. احنا دايما زي ما انتم ملاحظين كده بنحاول نعمل حاجات بطعم مختلفه علشان نستمتع مع بعض، ما نكررش اللي بنعمله. الاول دلوقتي انا هعملها بالشاكوش ونشوف هنعمل مع بعض ايه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ تتبيله الفراخ. انا هعمل التتبيله بايه؟ ملح وفلفل. احط معلقه ملح صغيره كده ومعلقه فلفل، وهقلبهم. وهعمل مايونيز، هحط حوالي معلقه مايونيز كده. المهم هحط معلقه مايونيز عشان انا مش متمسكه كويس. وهحط برضو معلقه مستردة. يبقى انا هحط هنا ايه؟ معلقه مايونيز ومعلقه مستردة، هحطهم ونشوف مع بعض. معلقه المايونيز والمستردة هقلبهم مع الملح والفلفل كويس قوي، لان دول انا هغلف بيهم الفراخ من بره ومن جوه، يعني من ناحيتين. ادي عندي قطعه من الفراخ اهي، جبت التتبيله بتاعتي حلوه خالص، مايونيز ومستردة وملح وفلفل. اعمل ايه بقى؟ همسك كده هتبل الجزء كويس جدا من بره من ناحيتين ومن الناحيه التانيه بره. همسكها اتبلها كويس جدا. يبقى انا كده تبلت ملح وفلفل والحاجات بتاعتي. هعمل بقيه القطع بقى ونشوف مع بعض. تبلت 3 قطع من ناحيتين اهمت، لسه معايا قطعتين بس. ايه، انا هنشوف مع دول مع بعض الاول. عندي بقى هنا ايه؟ روزماري وريحان ونعناع مقطعاهم، هقلبهم على بعض. تتبيله جميله جدا جدا، جربوها، بتدي للفراخ طعم خطير خطير جدا بصراحه، جديد ولذيذ. جربوا كل حاجه. هعمل ايه بقى الوقت؟ هجيب جبنه موزاريلا وهضيفها عليها واقلبها كويس، لان انا عايزه، انا هحشي بدي، يعني هحشي الجبنه مع النعناع مع ايه. هقلبهم ونشوف هنعمل مع بعض ايه، ازاي القطعه. قلبت النعناع والريحان والروزماري مع الجبنه الموزاريلا. هعمل ايه الوقت بقى؟ هاخد بالمعلقه كده وهفرد على قطع الصدور كده، هرش عليها كده كلها حشوه حشوه، بعدين هلفها رول. هنشوف مع بعض. بالمنظر ده كده همسك بقى القطعه هلفها ازاي؟ زي ما احنا انا طبعا بصور بايد وبعمل بايد. مثلا هعمل لكم الواحده انتوا ايه طبعا عارفين. شوفوا رول، بلفها رول كده، شايفين؟ رول بقت بالمنظر ده. لو في اي جبنه طالعه ولا حاجه بدخلها كده علشان، وهمسكها ارصها طبعا الناحيه اللي تحت في صينيه بالمنظر ده كده. وهعمل الباقيين ونشوف مع بعض بقى هنعمل ايه. نعملهم بنفس الطريقه، بس انا طبعا مش عارفه اعمل بايد واحده. خلصت ما شاء الله الكميه بتاعتي، هعمل كم قطعه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا خلصت حشيتها من جوه. هحط برضو من فوق كده جبنه
بالمنظر ده كده. هحاول احطها بايدي علشان ما تقعش حواليها. شايفين كده؟ وهحط على بقيه الكميه اخلصها ونشوف. خلاص حطيت الجبنه على وشها. الوقت هندخلها الفرن، هنحطها تحت لحد ما الصينيه كده تاخد حراره عشان ما تغيبش، وبعدين نحطها في النص عشان الفراخ تستوي براحتها، لان انا مفيش سوائل زي ما انتم شايفين، يا دوب التتبيلات. ونشوف ان شاء الله مع بعض. النتيجه جميله جدا وبتبقى مبهره جدا. ما شاء الله ادي الفراخ بتاعتي ما شاء الله جاهزه. تهدى بس شويه كده وبعدين نغرفها ونشوف مع بعض ريحه وطعم. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. طرق جديده كل يوم علشان نستمتع وتبقى الوجبه لذيذه كده. وكل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. دي حله فيها ميه بتغلي، فيها معلقه زيت وملح عشان هعمل ايه مكرونه اسباجيتي بالصلصه الحمرا. انا هنا حطيت المكرونه، هي طبعا هتطرى وهتنزل كده. انا لو عايزه اكسرها نصها هي شويه مجرد طرت ونزلت خلاص اهي. لو عايزين تكسروها اتنين تكسروها اتنين او اكتر زي ما انتوا عايزين. انا ما بكسرهاش، مجرد اهي، مجرد ما الناحيه ده اتحطت في الميه التانيه نزلت. هناخدها كده حوالي 3 دقايق ونشوف هنعمل ايه. ما تاخدش معايا وقت اهي. شايفين؟ خلاص كده خلاص. هعمل ايه بقى؟ هصفيها في مصفى وافتح عليها الميه الساقعه ميه الحنفيه. هنا معلقه زيت وحته زبده كده او سمنه او زيت بس او سمنه بس اللي عندك بتعمليه. وهحط معايا الثوم. انا بعمل المكرونه بثوم. هحط الثوم وهسيب التشويحه لحد ما يصفر ويطلع الريحه بتاعته الجميله دي. حوالي معلقه ثوم كبيره كده. وبعدين هحط عليها الطماطم. خلاص طلع الريحه الجميله وخد اللون الاصفر الجميل ده. انا ما بحمروش. هحط الطماطم. الطماطم هنا نقدرها ونصفيها. بس هنا بقى الطماطم النهارده مش حمراء، هي كتير كل حاجه بس مش حمراء بقى معلش. انا ببقى احب اللون يبقى احمر كده. هتبل بقى دلوقتي بملح وفلفل. معايا فلفل اسمر وملح، معلقه ملح صغيره يعني بس كده. مش هحط اكتر من كده. واسيب الصلصه معايا تتسبك كويس قوي وبعدين ابقى احط المكرونه. معايا الصلصه اتسبكت. هحط المكرونه دلوقتي. المكرونه في الصلصه وهقلبها وهدي عليها النار لحد ما تتم النضج بتاعها. هقلبها بقى بالمساكه. المكرونه اللي زي دي بتبقى عايزه المساكه علشان تتقلب كويس. هكملها ونهدي على النار ونشوف النتيجه مع بعض. الله لا قوه الا بالله على الريحه والطعم والجمال. شوفوا الطبق بتاعنا، شوفوا ما شاء الله. جربوا الطريقه دي من صدور شرايح صدور الفراخ جميله جدا جدا جدا. شايفين حاجه كده ولا احلى طعم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بألف هنا وشفا.